في لحظات في حياة الإنسان بتعدي في ثواني بس بتغير حياته كلها. واحدة ست كانت بتلعب مع أولادها وفجأة وقعت وما بقتش قادرة تتكلم. شاب في الثلاثينات حس بثقل في صدره وسابه وقال يمكن شوية برد. اللحظات دي مش عادية، دي لحظات بتفرق ما بين الحياة والموت. النهاردة هنتكلم عن السكتة الدماغية والنوبة القلبية اللي بيموت بسببهم حوالي 16 مليون بني آدم كل سنة حوالين العالم. خلينا نبدأ بالسكتة الدماغية، ودي بتحصل لما الدم ما يقدرش يوصل لجزء من المخ، فالخلايا اللي في الجزء ده تبدأ تموت خلال دقائق. طب ايه اللي ممكن يسبب موت للخلايا؟ رقم واحد، انسداد مفاجئ في واحد من الشرايين اللي بتغذي المخ بسبب جلطة فتمنع وصول الدم وبالتالي الأكسجين، وده السبب الأشهر واللي بيمثل حوالي 80% من حالات السكتة الدماغية. تاني سبب وده الأخطر، وهو إن في نزيف في المخ بسبب إن في شريان انفجر فالدم خرج واتجمع جوه المخ أو حواليه فبدأ يضغط على نسيج المخ ويدمر الخلايا. السؤال المهم عشان ناخد بالنا، ايه اللي بيخلي النزيف ده يحصل اصلا؟ اشهر سبب هو الضغط العالي المزمن. مع الوقت بيضعف الاوعيه الدمويه الصغيره في المخ فممكن يحصل فيها تمزق وتعمل نزيف. تاني حاجه وهو تمدد الاوعيه الدمويه، وده زي انتفاخ بيكون في جزء من الشريان بيبقى شكله زي البالونه كده، لو انفجرت بتعمل نزيف مفاجئ وخطير. وطبعا في اسباب تانية زي اصابات الراس من حوادث او خبطات شديده ممكن تعمل نزيف. في اعراض مهمه للسكته الدماغيه وفي طريقه بنعرفها بيها، فركز معايا. الاعراض بتكون تنميل او ضعف في ناحيه واحده من الجسم، جسمه مال، دراعه تقيل، رجله مش شايلاه، يحاول يتكلم يطلع كلام مش مفهوم او ما يقدرش يتكلم ولا كلمه، ممكن يشوف الدنيا مزدوجه او ما يشوفش كويس في عين واحده، دوخه ودوران وصداع مفاجئ. فاحنا بنعمل اختبار وبنطلب من الشخص ثلاث طلبات. اطلب منه يبتسم، شوف في ميل في وشه ولا لا. اطلب منه يرفع دراعيه، شوف في دراع واجع ولا لا. تالت حاجه اطلب منه يتكلم، شوف كلامه واضح ولا ملخبط. لو لاحظت واحده من الثلاثه دول ما تضيعش وقت في البيت واتحرك على اقرب مستشفى او اطلب اسعاف لو ده اسرع. خلي بالك كمان اوعى تدي اسبرين في الحاله دي، الاسبرين مهم في النوبه القلبيه زي ما هنعرف كمان شويه. اما في السكته الدماغيه ممكن يكون قاتل عشان انت مش عارف اللي حصل ده بسبب جلطه ولا نزيف. لو كان بسبب نزيف الاسبرين هيمنع التجلط وهيزوده جدا، ده ممكن يسبب غيبوبه او حتى موت الشخص. تاني حاجه ندخل على النوبه القلبيه. بكل بساطه القلب زي اي عضو في جسمك محتاج دم يوصل له عشان يعرف يعيش ويشتغل. الدم ده بيوصل له من خلال شرايين اسمها الشرايين التاجيه. لو واحد من الشرايين ده اتسد فجاه دم ما يوصلش، العضله اللي مش واصل لها دم تبدا تموت، ده اللي بنسميه النوبه القلبيه. سؤال مهم، ايه اللي يخلي شريان يتسد فجاه؟ رقم واحد، تصلب الشرايين بسبب تراكم الدهون والكوليسترول جوه الشريان. رقم اتنين، الناس اللي ضغطها عالي دايما واللي سكرها عالي والمدخنين، كل دي حالات بتزود خطر الاصابه بجلطات. ممكن يحصل انقباض مفاجئ في الشريان من غير جلطه يقلل وصول الدم للقلب. كمان الضغوط النفسيه، الحزن الشديد ممكن يسبب نوبه قلبيه. وهنا نيجي لاهم سؤال، ايه هي الاعراض اللي بتظهر في حاله النوبه القلبيه؟ والاهم، ازاي نتصرف؟ الشخص يحس بالم تقيل كان في حاجه قاعده على صدره. الالم ممكن يسمع لدراعه الشمال ودي اشهر حاجه، وممكن كمان في الرقبه والفك السفلي او بين لحين الكتف. خلي بالك وده مشهور، ممكن النوبه القلبيه تيجي كتجل في الصدر من غير ما تسمع في مكان تاني. تاني حاجه ضيق في النفس وبيزيد من اقل مجهود. تالت حاجه عرق بارد وغثيان ودوخه، تعب شديد وضعف عام في الجسم كله خصوصا عند الستات وكبار السن. نيجي للمرحله الثانيه، نتصرف ازاي؟ اول حاجه ودي ثابته زي ما اتكلمنا في السكته الدماغيه، انك تطلب اسعاف عشان تكسب وقت، عشان كل دقيقه بتفرق. الوقت ده خلي الشخص يقعد في مكان مريح من غير ما يبذل اي مجهود، ما تحاولش تاكله ولا تشربه اي حاجه. ولو الشخص واعي وفايق وما عندوش حساسيه اسبرين او عنده قرحه في المعده اديله اسبرين وتكون الجرعه من 150 ل 300 والافضل 300، بنضخها كويس ما يبلعهاش عشان تشتغل اسرع. بس كده، اتمنى ان يكون الفيديو مفيد وربنا يحفظنا جميعا.